كأهلاوية تعالوا نتكلم بإيجابية شوية. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما قلت في بداية الفيديو هنتكلم بإيجابية. امبارح كلنا اتفرجنا على مباراة باتشوكا، شفنا المشاكل الفردية والجماعية اللي موجودة في الفرقة، بصمنا بالعشرة كلنا كأهلاوية، ومفيش اتنين أهلاوية يختلفوا إن احنا عندنا مشاكل في كواليتي المساكين والباك اليمين والباك الشمال، يعني عندنا مشاكل في خط الظهر. طب ابو علي انت دلوقتي رايك ايه؟ انا هقول لك رايي وانت تقول رايك في التعليقات، وما تنساش المتابعه والشير عشان كل الناس تشوف فيديوهاتنا. انا رايي ان المدرب بتغيير في المنظومه وفي الطريقه وفي التكتيك بعض الشيء ممكن يلعب بثلاثه. طب ليه بثلاثه يا ابو علي؟ هقول لك. امبارح بيكهام اثبت ان هو كلاعب مساك بيلعب برجليه الشمال، عنده كواليتي الباص مليون المية ممتاز، عنده التمركز مليون المية ممتاز. لعيب كمساك شمال نمرة واحد، خاصة ان هو بيلعب برجليه الشمال، ولعيب اثبت ان هو عنده كواليتي الباص وعنده الثقة في نفسه، واقف ثابت كده، يعني واقف على رجليه. عندنا اللعيب المميز اللي كان اي مدرب قبل ما يمشي بيعتمد عليه في طريقة التلاتة، وهو النجم الكبير حمدي فتحي. وممكن من وجهة نظري انا بشوف ان ياسر ابراهيم او اشرف داري صعب تلعب العش تاني برجليه الشمال جنب بيكهام. يعني انا بشوف ان التلاتة هيكون افضل حاجه للمدرب. طب التلاته دي هتفيدنا في ايه تاني؟ هتفيدنا في ان احنا هننزل لعيب زي تريزيجيه تحت وهنلعب قدامه بن شرقي، هننزل لعيب زي تريزيجيه تحت وهننزل لعيب زي حسين الشحات تحت، وهنلعب قدامه زيزو مثلا، او هنلعب قدامه طاهر محمد طاهر. هتدينا حلول بشكل كبير، صدقوني مش هتحل مشكله خط الظهر بس انا وجهه نظري ان مع تغيير بسيط في التكتيك الاهلي لو لعب ثلاثه، انا بشوف ان ده الحل الافضل للمدرب.